السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح درس جديد وهو إيجاد مساحة أي شكل وإجادة محيطه. بنعملها منين في جي بي إس؟ عندنا هنا في التولز آخر واحدة على اليمين، بدوس عليها. بعدين هنا عندي بارامتر أند اريا، بدوس عليها برضو. بنيجي من آت هنا اللي هي تحت على الشمال، أدوس عليها. عندي كذا حاجة، كذا اختيار. عندي أول واحدة آت، تاني واحدة select from point library لو أنا هختار من النقاط اللي عندي، يا اما select from map لو عندي لوحة هلود منها الشكل، يا اما بولي لاين يا اما سيرفيس. هنختار اول واحدة اللي هي set coordinate point اللي هي فوق دي. عندي علامة اللوكيشن ديت، هدوس عليها لو ما عنديش النقاط المعلومة بتاعت الشكل، يا اما التلات شرط اللي هما فوق بعض هلود من النقط اللي عندي زي كده، هختار منها. طب لا انا ما عنديش النقط، هروح اقف في زوايا المكان اللي انا عايز اجيب مساحته. انا مثلا ادي اول زاويه اهي، اضغط على علامه اللوكيشن، ظهرت لي الكوردينيت بتاعتي. هقول له اوكي. اوكي كده بقى عندي اول نقطه. طب تاني نقطه هقول له اد برضو، اد، واروح اقف في المكان التاني واعمل له علامه اللوكيشن، وبعدين اقول له اوكي، اقول له اوكي. كده بقى عندي نقطتين. هروح للنقطه التالتة واقول له اد علامة اللوكيشن، وبعدين اقول له اوكي، وهكذا. احنا مثلا هناخد 4 نقط بس كمثال. اقول له اد تاني، واروح اقف في المكان الجديد واقول له علامة اللوكيشن ريستارت ديت. لو انت مثلا بس ما كنتش ظابط مية او كده، فاظبط مية وبعدين اضغط ريستارت، وبعدين اقول له اوكي. اوكي. طب خلاص انا مش عايز ارفع نقط تاني، هم 4 نقط بس. بعمل له اللي هي كالكوليت، اللي هي اخر واحدة تحت على اليمين. ظهر لي هنا فوق الاريا اللي هي 458، دي المساحة. بارامتر اللي هي التالتة اللي هي المحيط بتاعه، اللي هي 8 متر 70. وكده يبقى ده درس النهاردة، ونتقابل